لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى متى؟ أنا لا أخاطب الدول العربية، لا أخاطب حد، أخاطبكم أنتم يا شعب السودان. أخاطبكم أنتم يا شعب السودان، والحل بيدكم. السودان الله رزقهم بماي، رزقهم بأرض خصبة. وين الزراعة؟ السودان فيها من أكبر الثروات الحيوانية في العالم. خرفان، إبل، بقر، والله ملايين الملايين. كذلك لعلمكم السودان من أفضل دول العالم في السياحة لو استغلت. فيها محميات، فيها غابات، فيها هواة القنص، هواة صيد الطيور، صيد الحيوانات. السودان اخواني الافاضل، ما حد قال لي، انا رحت اخواني الافاضل 3 مرات. عباقرة، اطباء، مفكرين، مخترعين. وينهم؟ وين استغلالهم؟ انا اقول لكم كانسان مسلم، لا تطلبون مساعدة احد. الحل بيدكم، الحل بيدكم، الحل بيدكم. اتمنى تتحركون وتستغلون الثروات اللي انتم فيها. لعلمكم هناك مؤامرة من اجل ابقاء السودان على ما هي عليه. ليش؟ لاجل انكم انتم لا تنهضون، لا تتطورون. العالم كله قايم على المصالح. رقم 1، والله لو استغليتوا بلادكم صح يا سودانيين، لبلادكم اغنى من كل دول الخليج مجتمعة. تخيلوا دول الخليج مجتمعة 6 دول، لو ميزانيتها تجمعت والله انتم تكونون اغنى منهم. والتاريخ يتكلم انكم انتم كنتوا تطرشون زكواتكم لاهل الحجاز. صح ولا لا؟ انا غلطان؟ لا والله مش غلطان. الحل بيدكم، تحركوا يا اهل السودان. واقولها قبل ما اختم، الله يحفظكم ويبعد عنكم الشر ويبعد عنكم السوء ويطهر بلادكم من الخونة. اتمنى الرسالة تكون وصلت.